السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. وصفتنا ديال اليوم جد سهلة وبسيطة بمكونات تقدر تكون متواجدة بكل منزل في 10 دقائق. ممكن توجديها وصفة كتجي يا سلام. مادلين كيجيو رطيبين وكيجيو احسن بكثير من اللي كيتباعوا. مقادير: اول شيء كنحتاجو في واحد الاناء تدير واحد القبيصة ديال الملحة، وكنزيدو واحد بيضة اللي كتكون بحرارة المطبخ، ساشي من الفانيليا. الا كانت عندكم فانيل سائل خدموا بها، او البودر ديال العبار حتى هي خدموا بها. عندي هنا نص كاس ديال السكر. كيبقى الحلاوه على حسب الذوق. المهم انا حاولت حيت غادي ندردر عليها سكر على هكاك، درت نص كاس ديال السكر باش تجيني هي هذيك الحلاوه. كنطربها مزيان بالطراب اليدوي حتى كنساجم السكر مع البيض ومع الخليط ديال الفاني حتى كيذوب ليا السكر مع البيض، كنساجمهم مع بعض مزيان مزيان. وكيبيض ليا الخليط كنبقى نطرب حتى كيبيض ليا الخليط. وكنزيد نصف كاس ديال زيت المائده وكنطرب مزيان 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 حتى كيصبح ليا الخليط ابيض. ومن بعد غادي نزيد ياغورت ديال الفاني. الا ما كانش هذا ديال الفانيليا ممكن تستعملوا ياغورت مسوس او دانا مسوس، حتى هو كيعطي مذاق زوين الكاب كيك ديالنا او لي مادلين. كنطرب كلشي مزيان بالطراب اليدوي حتى كينسجموا المكونات مع بعض. الا بغيتو تخدموا بالطراب الكهربائي اللي بغيتو، المهم انا خدمته بالطراب اليدوي حيت مقادير قليله. كنزيد الكاس الاول ديال الدقيق اللي كيكون مغربل. الكاس هنايا ديال العنبه باش عبرت. الكاس كيوزن ما يعادل 100 غرام. وكنبقى نخلط بالطراب اليدوي مزيان مزيان مزيان. بالنسبه للدقيق ضروري ما تغربلوه باش ما كيفيضوش لينا في الكيسات او في القوالب ديالهم. نزيد خماره ونصف ديال الحلويات بيكين باودر ما يعادل 12 غرام. يعني انا درت خميره واحده والخميره الثانيه غير نصفها فقط. هاد الخميره هذه دائما كنقول الا كانت جديده فما كنغربلهاش. كانت عندي في الدار كنغربلها ضروري تفاديا من داك الحبيبات اللي كتكون. وكنزيد نصف الكاس الثاني. يعني هنا هزات لي هاد القياس هذا هز ليا كاس ونصف، يعني 150 غرام. 150 غرام ديال الدقيق بالضبط. كنخلط المكونات مزيان. هنا معروف المادلين تيكون الخليط ديالو شويه زايد على الكيك، يعني كيكون ثقيل شويه، باش منين كنديرهم في هذا الخليط ديالي كنعمر بهم الكويغطات ولا لي كيسات ما كيفيدش ليا داك الخليط. كيطلع وكيتقبب ولكن ما تيفيدش، تيجي هو هذاك. هانتي ملي كيبدا الخليط يتشكل لي هكا على شكل 8 وما كطيحش، كتبقى شي شويه مدعت كطيح. هنا صافي الخليط ديالي جاهز. هانتي كيبقى يشكل على شكل 8. ناخذ لاطه ديال القوالب كنفرشها بقوالب ديال لي مادلين وكنبدا نعمر ديك لي كيسات ديالي. هنا كنعمر غير ربع ديال لي كيسات او ربع القوالب حيت مازال غادي ينتفخوا. كنعمرهم كاملين والفرن تيكون عندي مسخن من قبل باش غير نسالي تندخلهم الفرن. هذا القياس هذا عمر ليا 12 حبه ديال لي مادلين بالضبط. جاتني 12 حبه. ما كاينينش مكونات كتير، خرجت لي 12 حبه ما شاء الله. يعني راه مزيانه بخيره. هاد الكميه هذه خرجت لي 12 حبه. بغيتو تضاعفوا الكميه فبطبيعه الحال غادي تضاعفوا المقادير. المهم غادي نستمر هكذا تنعمر الكويغطات ديالي حتى كنعمرهم كاملين. قبل تندردر عليهم شويه سكر سنيده او سكر حبيبات
والتزيين تيبقى على حسب الاختيار، بغيتو دردروا عليهم شويه السكر اولا تحيدوهم، اللي ما كيبغيش الحلاوه يحيد كاع السكر، يدير شويه ديال حبيبات الشوكولاته ولا رقائق اللوز. التزيين تيبقى اختياري. وحتى الاخير دهنوهم هكا بالكونفيتير وترشوا عليهم الكوك. المهم تيبقى التزيين على حسب الرغبه. انا غادي نزينهم بشويه ديال السكر من الفوق. منين غادي نكمل غادي ندخلهم الفرن اللي كيكون مسخن من قبل العافيه مهيله، نخليهم يطيبوا على خاطرهم ونخرجهم. بغيتو تزينوهم من بعد باي حاجه لكم الاختيار، انا خليتهم غير هكذا وكنقدمهم ان شاء الله في الطبق الاخير. نتلاقاو. الفرن اللي كيكون مسخن من قبل كنخليها حتى كطيب على خاطرها. نتلاقاو. هنا لي مادلين ديالي هما من بعد ما طابوا تيجيو بهذا الشكل هذا. نحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش كيجيو رطيبين، كيجيو احسن بكثير من ديال الزنقه ومن ديال هذاك الباتيسري. كيجيو غزالين، المقادير والمكونات متواجده بكل بيت وبسيطه وفي اقل وقت دغيا توجديهم. كيجيو هانتي من داخل رطبين بحال البونج، كيجيو يا سلام. جربوهم اكيد غادي يعجبوكم وغادي تعاودوهم مرارا وتكرارا. نتمنى الى عجبتكم الوصفه تبارطاجوها مع الاحباب والاصدقاء. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه والى اللقاء.